دخل الفن بالصدفة في فيلم كف القمر، وعاد المشهد بتاعه 22 مرة. اشتغل صبي شيشة ومندوب مبيعات وفرد أمن وبياع ذرة. عاش طول حياته أعزب بسبب انشغاله في تكوين مستقبله، ومعرفش في حياته غير واحدة بس. الدور اللي نفخه وخلى الناس تجري وراه هو دوره في بميت وش. أديله حوالي 12 سنة بيمثل وعمل أكتر من 30 عمل. من كام ساعة صدمنا بخبر وفاة الفنان الجميل مصطفى درويش بعد توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ. توفى عن عمر يناهز 43 عاما. بس انا ابويا وامي متوفيين فعندي حته وما عنديش يعني حد مثلا. هو اصلا من البحيره، وجه القاهره اشتغل في شركه اتصالات كبيره لمده 15 سنه. وبالصدفه كان في تصوير فيلم كف القمر لخالد يوسف واقف مع ناس صحابه، وكان في دور ظابط محدش موجود يعمله، فطلبوا منه يدخل يجرب حظه، ولقى نفسه واقف وسط نجوم كبار زي خالد صالح. قال اخد فرصتي بقى واعمل حاجه للزمن. وبعدها ب3 شهور المنتج الفني اتصل بيه عشان يجي يعمل حلقة في نونا المأذونة، بعد ما افتكر انه اصلا ممثل، وفعلا راح وعمل الدور وما خدش فلوس. ومن هنا بدأوا المنتجين يطلبوه وبقى يمثل جنب شغله لحد ما اتفرغ للفن تماما. كان واحد من المشاركين في فيلم الملحد من تأليف إبراهيم عيسى، ولكن بعد إنكاره لرحلة الإسراء والمعراج، الموقف اللي عرضه لهجوم كبير على السوشيال ميديا، قرر مصطفى الانسحاب من الفيلم بعد ما صور 4 مشاهد. والحركة دي ضايقت ناس كتير منهم المنتج جمال العدل، لأنه شاف ده تصرف مالوش لازمة وفي مزايدة. كان ممكن يعتذر عن الفيلم بهدوء من غير ما يركب الترند. أما الفنانة شيرين رضا لما اتسألت عن رأيها في انسحاب مصطفى، الممثل ده أنا معرفش هو مين بصراحة، يعني ما أعتقدش إن هو كان دور مهم في الفيلم عشان ينسحب ولا ما ينسحبش. كلام شيرين ضايق مصطفى جدا، فرد عليها وقال: معلش السن، ربنا يديك الصحة، وفي فرق بيننا أجيال كتير، هتعرفي مين ولا مين. والناس شافت ان رده كان فيه سخرية وتنمر على شيرين، لكنه طلع وضح وجهة نظره وانه ما كانش يقصد اي اهانة، بس في ناس بتحب تزيد في الزيطة. مصطفى درويش فنان مبدع وابهرنا بدوره في مسلسل بميت وش، ومن بعد وفاة ابوه وامه ما كانش ليه ناس كتير تهتم بيه وتسأل عليه، لكن لما اتصاب بفيروس كورونا العصابة ما سابتوش وكلهم سألوا عليه. ألف سلامة يا شبح العالم. سلامتك يا شبح العالم. سلامتك يا شبح العالم. إن شاء الله تقوم بألف سلامة يا صاصة. ألف سلامة عليك يا حبيبي. يا رب يا رب يا رب حبيبي يشفيك. أحب أقول لك ألف سلامة عليك يا برنس. مليون ألف سلامة عليك. وكانت آخر حاجة كتبها درويش على صفحته: أنا بس اللي ما بقتش عارف أنام. وكان كلامه بيدل على حالته النفسية واللي حاسس بيه من ضيق وقلق، وكل جمهوره كانوا متضايقين عليه وكأنه كان حاسس إن نهايته قربت. الفنان مصطفى درويش كان عنده شعبية كبيرة في الوسط الفني والجمهوري، وناس كتير اتصدمت لما عرفوا بخبر وفاته، مشيدين بأعماله الفنية والخيرية اللي هتخليه حاضر في قلوبهم دايما. وعرفنا بعد وفاته انه كان بيشارك في اطعام الصائمين في رمضان وشراء ادويه واعانات شهريه، ده غير الوجبات اللي كانت بتطلع من المطعم عنده للمحتاجين، وكان بيشتري ملابس لاطفال ايتام وصمم ان الاطفال يختاروا اللبس بنفسهم، وكل ده في الخفاء. دعواتكم ليه، ربنا يجعل عملك في ميزان حسناتك ويغفر لك. ربنا يرحمك يا مصطفى ويصبر اهلك.